مشيت معروضة وما مشيتش بإيديا خاويين. من طبيعة الحال معروفة من زمان أننا إلا بغينا نمشيو عند شي حد ضروري كندخلو معنا شي حاجة في إيدينا. فاليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم هذا الكيك ديال المول العجيب اللي كيجي رائع جدا، هشيش واقتصادي. المكونات ديالو كلها إن شاء الله غادي تكون متوفرة عندكم. وأهم حاجة أنه كيوجد في مدة اللي قصيرة، ما كياخدش لكم الوقت نهائيا، ممكن توجدوه حتى لآخر لحظة. فبقوا معايا حتى الاخر ديال الفيديو. مرحبا بكم على قناه ام زينه، والا كنتوا اول مره كتشوفوني فما تنساوش ديروا اشتراك في القناه، ديروا لايك للفيديو. بلا ما نطول عليكم نبداو بسم الله. كنحتاج هنا المكونات. غادي نحتاج حامضه اللي كتكون معصوره مع القشور ديالها، خماره ونصف، 12 غرام ديال خميره الحلوى مع 2 كؤوس ديال الدقيق اللي كيكون مغربل من قبل طبعا، نصف كاس ديال السكر سنيده، نصف كاس ديال الزيت يكون ما واصلش حتى النص كامل، كاس ديال الحليب وجوج ديال البيضات اللي كيكونوا بالحجم متوسط. المكونات ضروري كنكونوا مخرجينهم من الثلاجه قبل. الحليب والبيض والحامض ضروري كيكونوا خارجين من الثلاجه قبل باش هكا كياخذوا لينا درجه الحراره ديال المطبخ. كتجينا الكيك ناجحه، ما كتجيش مدقصه وكتجي خفيفه. غادي ندوز مباشره لطريقه التحضير. غادي ناخذ هنا واحد الاناء. غادي نخدم انا بالطراب اليدوي، ممكن تخدموا بالطراب الكهربائي الا كنتم مزروبين. خدموا عفوا بالطراب الكهربائي لانه كيسهل عليكم الامر. غادي ناخذ البيض هو الاول، غادي نخدمه مع السكر. كنبقى كنخدمه حتى كيبيض ليا اللون ديالو. منها ان الزفوره ديال البيض كتنحى، ومنها ان الكيك كيجي خفيف ومهوي ما كيبقاش مدقس. ضروري كنخدموا بهاد المراحل، يعني كنخدموا البيض مع السكر هو الاول، عاد كنبداو نضيفوا المكونات الاخرى. ما تنساوش واحد رشه ديال الملحه ضروري، ما ذكرتهاش معكم في المقادير ولكن انا دائما كنضيفها للسنيده، دائما كنضيفها في الحلويات باش هكا كتعطيني داك، كتعدل ليا المذاق ديال الحلوى. غادي ندوز مباشره كنضيف الدقيق. عندي هنا 2 ديال الكؤوس انا مغربلاهم من قبل. بالنسبه للخميره غادي نغربلها، ضروري كنغربلوها. كنديروا خماره ونصف فقط، 12 غرام، لان المكونات راه ماشي كتارين. ضروري بلا ما ديروا 2 ديال الخمارات. غادي نخلط بهذا الشكل هذا. كنحاول كنخلط ولكن ما كنهبطش القوام، كنخليه طالع. كنضيف الدقيق تدريجيا باش هكا كتجيني الكيكه ناجحه. هاد المراحل هادو راه كيكونوا ضروري منهم باش كتفاداو ان الكيك ديالكم ما يطلعش لكم في الفران. من بعد هنايا انا راه بان ليا القوام مازال خفيف، ضفت واحد المعلقه ديال الفورس. نتوما يعني يقدر يهز لكم اقل او لا اكثر، المهم ان القوام ديال الكيك خاصو فاش تبداو كتكتبوا به هكا ولا كديروا به خطوطه كيبقى ظاهر لكم على الوجه ديال القوام من واحد شويه، واحد ثواني عاد كيهبط، يعني ما كيهبطش مباشره. هنا كتعرفوا القوام ديال الكيك ديالكم راه مزيان. خديت هذا المول العجيب وغادي دهنته بشويه ديال الزيت ورشيته بالدقيق، خويت فيه الكيك وغادي ندخلها للفران اللي كيكون بارد. ما كتاخذش وقت اللي طويل لان راه الكيكه خفيفه، ماشي شي كيكه اللي غادي تكون يعني كبيره فيها مكونات بزاف، راه ما غاديش تهز لينا طياب بزاف. انا هنا خدات لي 25 دقيقه. دخلت الفران اللي بارد وشعلت عليه غير من التحت. في الاول كنجهد العافيه، غير كنحس بالفران مسخن كنقص العافيه كنخليها مهيله، وغير كدوز 15 دقيقه هكاك كتكون شدات راسها. كنشعل عليها من الفوق باش كتحمر ليا مقاده. هنا مباشره من بعد ما كطيب فكنخرجها من الفران، ما كنخليهاش حتى كتبرد، لان الكيكه الا كانت ناجحه راها ناجحه، ماشي قضيه اننا نخليوها في الفران حتى تبرد او لا شي حاجه. الا كانت ناجحه راها ناجحه من الاول. غادي نقلبها مباشره وهي سخونه، ما كيوقع لها حتى شي حاجه، ما كتهبط ما حتى شي حاجه. كيف كتشوفوا هنايا ما شاء الله راه كتجي غزاله بزاف. غادي نقيسها لكم بايدي باش كتشوفوا الهشاشه ديالها. كاع لي كيك ديال الحامض كيجيو هشاشين بزاف. الطياب ديالها الا درتوها في الفران بارد فغادي تكون عندكم هذه هي النتيجه، لان الفران بارد كيخليها كطيب على خاطرها وكتطلع على خاطرها. غادي ندوز مباشره باش كنحضر معكم الكريمه. غادي نحتاج كاس ديال الحليب، وغادي نحتاج ملعقه صغيره ديال السكر، غير ملعقه صغيره فقط باش ما تجيش حلوه بزاف. هنا ما عنديش انا النشا، غادي نعوضو بكريم باتيسير لانه ما عنديش نشا. الا كان عندكم نشا فديروا نشا. معلقه اللي كتكون ممسوحه كبيره تكون ممسوحه.
غادي نضيف معاهم هنا دانون بنكهه البنان، ممكن تضيفوه بنكهه الفاني او لا اي نكهه بغيتو نتوما شنو كتفضلوا. غير هو الفاني مع البنان راه كيجيو مع المذاق ديال الحامض، يعني باش يجيونا المذاقات متوازنه. هنا دانون انا راه ضفتو من الاول، عاد غادي نوضعهم فوق البوطه. ممكن تخليوه حتى الاخر حتى كتعقد لكم الكريمه، عاد كتضيفوه على حسب، فحال ما كاينش فرق. هو من الاحسن الا خليتوه حتى الاخير، لان كيبقى داك اللوغو ديالو حسن من انكم تضيفوه في الاول. غادي نوضعها فوق البوطه حتى كتعقد، ما نخليهاش حتى تعقد بزاف، كتبقى شويه سائله على هذا الشكل هذا، باش كتجيكم سهله فاش كتوضعوها كتجيكم سهله باش كتمشى لكم فوق الكيك. غادي نخويها مباشره بلا ما نخليها حتى تبرد، مباشره غادي نخويها فوق من الكيك. والتزيين دائما كيبقى اختياري. هنا في هذه المرحله هذه الا بغيتو تبدلوا اي حاجه ممكن انكم تبدلوها، كل واحد يدير داكشي اللي كيعجبو. ممكن انكم ديروا حتى الكريمه ديال الشكلاط، حتى هي كتجي مزيانه، ولكن من النظر ديالي انا الا كنتو خادمين الكيكه بالحامض او الليمون، فمن الاحسن انكم ديروا كريمه اللي حتى هي كتكون منعشه وكتكون خفيفه، احسن ما انكم تثقلوها بالشكلاط. غادي نزينها بطريفات ديال الحامض على هذا الشكل هذا. وكيف قلت لكم فالتزيين دائما كيبقى اختياري. كيكون الشكل النهائي ديالها هو هذا. استسمح لانني ما غاديش نقطع منها، لانني بغيت نديها عند واحد الصديقه ديالي غدا معروضه عندها وبغيت نديها معايا، فما يمكنليش انني نقطع منها، ولكن صدقوني راها كتجي رائعه جدا وغزاله بزاف، كتجي طالعه وخفيفه من الداخل، كتجي مقطنه، كتجي هائله جدا. جربوها ان شاء الله بنفس المكونات ونفس التفاصيل نفس الخطوات، راه ان شاء الله غادي تنجح لكم من اول تجربه. هنا كيف كتشوفوا واحد التقابي في الكريمه، راه بنتي غير خلاتني حتى بعدت منها، ايوا درت واحد الكيغدو وبقات كتقب في هذيك الكريمه، فماشي مشكل الدراري الصغار. كنتمنى يعجبكم الفيديو وينال الاستحسان ديالكم وتجربوا هاد الكيك هادي وتنجح لكم ان شاء الله. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.